باريس سان جيرمان ضد البايرن، مباراة نار نار يا حبيبي نار. تمام يا شباب، قبل لا نبدأ صلوا على النبي، وياكم أخوكم نواف، ويلا على الفيديو. أول نقطة حاب أتكلم عنها، طبعا إذا باريس حاب يفوز لازم يكون مبابي في يومه وميسي في يومه، هذا خالصين منه. تمام يا شباب، إذا مبابي مش في يومه صدقوني، إذا ميسي بروحه في يومه بعد ما راح يفوزون. بالنسبة للبايرن، البايرن فريق متكامل، فريق يعني جماعي أكثر، وفريق عنده يعني قوة في جميع الخطوط. عنده في الدفاع أقوياء، يعني عندهم أبو مكانو ديليخت، وعندهم ألفونسو ديفيز، بافارد في الدفاع قوي، وفي الوسط قوي كيميتش وغوريسكا. يعني فريق متكامل. مولر عندهم موسيالا وسانيه وماني الفريق متكامل صراحة، ما ينقصه أي شيء. لكن عندهم المدرب أحيانا ما يساعدهم، يعني عرفتوا يا شباب، ما يساعدهم في الخطط تكون مش مناسبة، إذا الهجوم يكون عشوائي. فهذا بالنسبة للبايرن. بالنسبة لباريس مثل ما قلت لكم، إذا كان ميسي في يومه ومبابي في يومه راح يفوزون ويسوون ريمونتادا، وأنا متأكد أنهم راح يفوزون بنتيجة إذا مبابي في يومه، لأن دفاع البايرن شوية ناقصنا يتأقلم وناقصنا خبرة يعني كذلك، عرفتوا كيف؟ فأنتوا اكتبوا لنا بالنسبة لكم من اللي راح يفوز، هل البايرن ولا باريس؟ أنا بالنسبة لي خلني أقول يعني 70% أميل لباريس، لأن باريس فريق هجومي أكثر. عندهم ميسي ونيمار، لا مصاب سوري، عندهم ميسي ومبامبي، وعندهم يعني كثافة في الهجوم. أما البايرن عندهم كثافة لكن مش نفس مبابي خطير، روحه مبابي وحيد، روحه عادي يخلص عليهم. اكتبوا انتم بالكومنت شو رايكم، ولايك شير سبسكرايب، لا تنسونا بالدعم، وتوقعوا نتيجة المباراة تحت في الكومنتس. تمام يا شباب، سلام.